تفضل السيد النائب. شكرا سيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة، تكلمتوا على الحصيلة ديال الحكومة، وبغيت السيدة الوزيرة غير قلتوا في الحصيلة ديال الحكومة بأنكم المغاربة ما كتقيسوش بالنوايا ديالهم ولكن بالنتائج الملموسة. بغيت نسولك على النتائج السيدة الوزيرة ديال المطيشة من 4 دراهم ل 15 درهم، البصلة من 3 دراهم ل 10 دراهم، اللحم كما قال السيد النائب من 70 ل 140 درهم، الزيت من 10 ل 20 درهم، الحمص من 10 ل 18 درهم. السيدة الوزيرة، طلبتوا منا غير دابا في هذه القبه هذه باش نشرحوا للمغاربه، ما عينا ما نشرحوا للمغاربه، قلنا لهم اللحم راه غيطيح، راه حنا دعمنا الناس المستوردين الفراقشيه اللي كيسميهم الفراقشيه وسميناهم بالفراقشيه، لقينا حتى شي ثمن مهبط. قلنا غندعموا الفلاح ودعمنا الفلاح بالمليار المتمليار، وباقي اللحم هو. قلنا السيده الوزيره بان هذا الشيء كلشي، هذا الشيء كامل اللي تكلمنا عليه راه ماشي هذا هو الحل. السيده الوزيره، الحل فين كاين؟ انا غادي نقول لك سهل. الحل كان ما بين الفلاح اللي ما كيستافد والو وما بين المواطن. كاينين واحد الاشباح، ماشي الفراقشيه راهم معروفين، هادو اشباح غير معروفين هما اللي خصنا نقلبوا عليهم. لان السيده الوزيره ملي كنتكلموا على هذه المواد كامله، وما بغيتش نقول لك على الديسير اللي هو الفاكهه مسميه الديسير، ما بغيتش نقول لك لان الثمن ديالها ولا خايل، المغاربه ما بقاوش كيسولوا عليها كاع نهائيا. وبالتالي السيده الوزيره قلبوا على هاد الاشباح، راه هما اللي خالقين هذه البلبله في المغرب كامل، هما اللي خالقين هذا الشيء. اما الامور الاخرى السيده الوزيره راه الناس. شكرا السيد النائب. جواب السيده الوزيره. شكرا السيد النائب المحترم. نعم، خصنا نفسروا للمغاربه. قلتي موجه جديده ديال غلاء الاسعار. وعلاش موجه جديده؟ لان كان الجفاف وكانت عاود الفيضانات اللي دات 110 الف اقطار ديال اراضي فلاحيه. كاين ارتفاع في اسعار المحروقات. واش هادشي ما يتفسرش؟ نقولوا مثلا نتخباو مورا الازمات، نحيدوا هاد الازمات. هذا المواطن اللي كيهمو كما قلتي غيمشي للسوق وعنده شي بركه في جيبو، غيشري مطيشه والبصله اللي كاينين الحمد لله، حتى الديسير كاين. ما نساوش بان المجهود باش التموين يكون راه حتى هو شيء مهم جدا، نساوه حتى هو، ما بغيتوش نتكلموا عليه. ياك مشى بواحد البركه في جيبو. وما نكروش كذلك اللي عملت الحكومه في رفع الاجور، حتى هذه ما عارف ما حسوش بها المغاربه ملي كيوصلوا شهريا ارتفاع في الاجور نفس سميك 2 مرات، وكذلك ارتفاع قياسي ديال الحوار. السيده الرئيسه. السيده النائبه من فضلك. السيده النائبه، اذا بغيت الاسئله ونقول لكم متفقين معاكم وصافي، وهذا الشيء اللي بغيتوا تقولوا للمواطنين يمكن، ولكن راه ماشي هذا الشيء اللي مطلوب منا. انا وياكم مسؤولين باش نفسروا للمواطنين، انا وياكم مسؤولين باش نقولوا لهم الحقيقه. السيد نائب، الله يخليكم. السيد نائب رجاء ما كافيش. خليو السيده الوزيره تجاوب. هل هناك لا خليك مازال ما عطيتكش نقطه نظام. يلا انا مع السيد النائب. يلا تفضل سيد الرئيس. السيدة الرئيسة، احنا تنتفهموا بعض ردود الفعل، ولكن ما يمكنناش اليوم نصادروا حق الحكومة في الرد والتفاعل مع الأسئلة ديال النواب. وبالتالي الله يجازيك بخير، المرجو ضبط القاعة وضبط النقاش السيدة الرئيسة، لأن ما غنسمحوش في هذه اللحظة الوطنية باش أننا نشوشوا على برا. ما كاين مشكل، ولكن باش نجيو نديروا التشويش داخل هذه المؤسسات الدستورية، هذه صورة سلبية على البرلمان المغربي اللي ما نبغيوهاش. شكرا لكم. شكرا السيد الرئيس. شكرا. تفضل السيد النائب. تفضل السيد الرئيس. تفضل. شكرا سيدة رئيسة. أعتقد أننا في جلسة رسمية دستورية يتعين أن تتفاعل فيها الحكومة إجابا مع أسئلتنا القابية، لا أن تحاول تمرير التضليل للمواطنات والمواطنين، على أننا بدورنا مسؤولين على أن نفسر للمواطن. فالمسؤول عن التفسير للمواطن هي الحكومة التي أخفقت في كل السياسات العمومية التي اعتمدتها. شكرا سيد الرئيس. تفضل سيد نائب. سيدة الرئيسة، كما هو مطلوب من النواب البرلمانيين أنهم يحترموا هذه الجلسة الدستورية، على الحكومة أيضا أن تحترمها. لأن ملي الحكومة كتقول لك حتى أنتم راكم مسؤولين باش تفسروا، احنا ماشي مسؤولين على الغلاء، الحكومة اللي مسؤولة على الغلاء، احنا ماشي مسؤولين على الفشل ديال فندق التقاعد. سيد الرئيس، السيد نائب، خرجت السيد
السير سيد نائب، خرج السير، خرج هذا السير. الله يخليك، الله يخليك السيد. نعم محتوى. الله يخليكم، الله يخليكم، خليو السيد النائب يكمل. يلا تفضل. سيدة الرئيسة، أنا قلت نفس المحتوى اللي قالها السيد النائب المحترم. ما قلتي والو. السيد النائب المحترم اللي قال الحكومة هي اللي مسؤولة، وعلاش كتوجهي لي دابا أنا سيدة الرئيسة؟ لا هو كنقول قال الحكومة ما تحملناش مسؤولية، تحمل مسؤولية بوحدها. واخا السيد الرئيس. تفضلي السيدة الرئيسة. السيدة الرئيسة الله يخليك، في تفاعلا مع هذه المداخلات بغينا نقولوا اولا اللي مسؤول هنايا على التسيير هو نتوما، واللي بغينا نطلبوا منكم انه منين تكون الحكومه او الساده النواب واخدين الكلمه الاخر يحترم هذه اولا. ثانيا السيده الوزيره، وحنا كنا كنواب مسؤولون على اننا نقولوا الحقيقه للمواطن، هذا هو الدور ديالنا، واننا ما نمروش المغالطات، وهذا الدور ديالنا. الرساله وصلت السيده بحال الناس كاملين كنواب كنتحملوه، لا حكومه ولا مؤسسات تشريعيه كنا خصنا نتحملوه، وما نحملوش المسؤوليه كلها للحكومه في الكذوب اللي كنكذبوا على الناس. الرئيسة السيدة الرئيسة الرسالة وصلت. تفضلي السيدة النائبة، تفضلي. السيدة الرئيسة الله يخليكم، نصنتوا السيدة النائبة. شكرا سيدة الرئيسة. احنا في واقع الأمر لا نتفهم أن ينصب بعض النواب أو النائبات أنفسهم مكان الحكومة ليدافعوا عن الحكومة ويقومون بالرد على ما تفضل به السادة النواب في المعارضة. لهذا المفروض أنه الحكومة هي المسؤولة، واللي كان تيمرر المغالطات راه هي الأغلبية التي تساند الحكومة في مغالطتها. الرسالة وصلت. شكرا سيدة، الله يخليكم. والله غادي نبقاو نقاط نظام، عندنا جدول الأعمال خصنا نكملوه. تفضلي السيدة النائبة في إطار التعقيب الإضافي. السيدة الوزيرة في 2022-23 قلتوا إصلاح التقاعد أولوية قصوى عند هذه الحكومة، في 24 قلتوا غتجيبوه في يناير 25، في 2025 قلتوا أنكم كتحملوا كامل المسؤولية في التأخر هذا الملف، ودابا كتقولوا ملف معقد وعنده كلفة سياسية واجتماعية وخاصو إجماع النقابات. الواقع كيقول أن المتقاعدين ولاو كيعيشوا الفقر والهشاشة، وأن الصناديق غادية للإفلاس والحكومة واقفة وما كدير والو، وأنكم ما ملتزمتوش بالتوجيهات الملكية وما قدرتوا تصلحوا لا التقاعد السامغ لا تقاعد القطاع الخاص لا التعويض على فقدان الشغل. الواقع السيده الوزيره كيقول انه في اطار تحمل المسؤوليه اللي كتكلموا عليه خاصكم تعترفوا بالفشل ديالكم وتقدموا استقالتكم. شكرا سيده النائبه. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ جواب السيده الوزيره. الله يخليكم شويه الهدوء رجاء، رجاء السيدات والساده النواب رجاء. ايوا دابا السيده النائبه المحترمه نقدم استقالتي الا كان شي واحد اللي ما خلاش لينا ملفات هكا كان تكلفتوا بهم، ما نحتاج كاع نستقل على هذا الملف كره تفك. على عين غنعاود هنايا ونقول لك انا غنتحمل المسؤوليه. علاش المسؤوليه؟ لان انا كنسمع جوج الحوايج. كنسمع بان التشريع غيكون هنايا، ولكن الشركاء الاجتماعيين النقابات خدينا معاهم الوقت الكافي. ما قلت لكمش هنا راه ربعنا يدينا، تكلفنا مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات صندوق بصندوق، دخلنا في التفاصيل ديالهم. علاش؟ لان الوقت اللي غنكونوا جاهزين كلنا اجتماعيا مجتمعيا سياسيا باش نتكلموا على العرض اللي طلبت انا من الشركاء ان نجتمعوا ونشتغلوا. علاش؟ باش ملي غنجيبوا بالعرض الحكومه اللي ما يمكن لكمش نديروا مغالطات مع المواطنين ونخلعوهم، يكفيهم هادشي اللي كيخلعوهم اليوم بلا ما نزيدوهم. ملي نجيبوا حنا العرض ديال الحكومه اش غتقولوا؟ ما قابلينش. ايوا ما قابلينش غنفكوا بها الناس؟ ما بغيناكمش تقولوا ما قابلينش، بغيتوا تقولوا لنا ها الحل اللي جينا به. حنا طالعنا على الارقام، ها هو الحلول اللي اشتغلنا عليهم، وهذا الشيء جاهز وتقدمنا فيه. ويمكن كتقولوا تكنوقراطيين ولا ما عرفت داكشي وشحال من حاجه وتقنيين. اييه لان ملف صعيب وخاصنا نتفاعلوا مع الارقام، ولكن كنسمع سياسيا بان باش ندافعوا على هذا الملف اللي ما فيه ربح لا ليا لا للحكومه لا للنقابات لا ليكم، خاصنا المجتمع بكل مسؤوليه وبكل شفافيه
هاش قالت الحكومه وهاش نحنا باش ندافعوا على المواطنين، على المتقاعدين، على اللي ما عندهمش تقاعد، هاش نجبنا كحلول تكميليه، وهذا الشيء اللي كنشتغلوا فيه، وهذا الشيء علاش ما غنستقلش السيده النائبه وغنشتغل حتى الاخر يوم. شكرا السيده الوزيره. سيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، 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 رجاء السيدات والسادة النواب.